بقول لك يا بنت خش على المكنه اللي جايه دي. والنبي يا اخويا والنبي. في ايه يا اختي؟ تسألك بحاجه؟ والنبي يا اخويا انا بقالي ساعه واقفه ومش لاقي حد يطلعني، ينفع تطلعني البيت؟ بس كده عينيا. ايه ده؟ المكنه فين؟ يا ولاد الحرام. هو انت مش ناوي تشيل الحوار ده من دماغك يا حبيشه؟ حوار يا عم حسن، هو احنا رحنا ناحيتهم؟ ما هي المشاكل اللي بتيجي لحد عندنا، وبعدين طول ما بيفتروا على الناس انا هفضل استعبط عليهم. بقول لك يا معلم عايز ابيع المكنه دي. مكنة مين يا ابني دي؟ ولا سرقة منين المكنة دي؟ ما يخصكش يا اخويا، جاي معاك تاخدها ولا مش تاخدها؟ ما يخصنيش. طب يلا من هنا يلا. يا ياسر ايوه يا اسطى. روح ورا الواد ده بسرعة شوف هيبيع المكنة دي فين. ايه ده بس؟ ايه ده؟ كل حاجة هتتحل. ولا مع البحر. ايه عملت ايه؟ المكنه عند عبد الشافي. عبد الشافي تاني؟ خلاص روح انت. هو مين عبد الشافي ده؟ ايه ده بس؟ ده انا هجيب لك المكنة بتاعتك. جاي ليه يا حبيشه؟ قلت لك تبطل افتراء يا عبد الشافي. دي المكنة بتاعت الواد الغلبان ده عندكم وعايزينها. مالكش مكنه يا حبيبي عندنا، ثواني يا فرخ، عشان قلت لك لو جيت هنا تاني هضربك بالنار. وانا عايز اشوف.